بيرلو بيبدأ المباراة باستعراض إمكانياته أمام أفضل خط وسط بالعالم، وسيلفا بيحط أول صاروخ فوق العارضة. بالوتيلي بيرد على سيلفا بصاروخ برضه، بس بتخبط في رجل بوسكيتس وبتخرج بره، والمباراة مولعة في بدايتها. بيرجع تاني سيلفا ويرد عليه بكرة سهلة في إيد بوفون، كرة ثابتة وملك الكرات الثابتة. بيرلو على التنفيذ وبيحط كرة كانت هتخدع كاسياس بس بيتألق فيها. التانية من إيطاليا وكاسانو بيسدد واحدة على شمال كاسياس. انيستا واخد كرة وبيعدي فيها تقريبا ولاد أخته الصغيرين، وبيلعبها عرضية بس مفيش راس حربة لإسبانيا، كلهم لعيبة وسط. بيرجع تاني انيستا وبيسدد تسديدة سهلة في إيد بوفون، وهنا كاسياس بيلعب بالنار أمام كاسانو وبياخد فاول. كاسانو بيرجع تاني وبيحط كرة بس كاسياس فايق وبيشيلها. ولو عاوز تتفرج على واحد بيشوط صواريخ مش بيسدد، اتفرج على ماركيزي وهو بيشوط وبيحط كرة من لعبة واحدة كانت رايحة في الجول لولا كاسياس. سيلفا بيلعب كرة لفابريجاز وبيضيع هدف على إسبانيا قبل نهاية الشوط الأول. انيستا كان قريب من الهدف الأول بس كرة بتخرج بره وشوط ناقص له هدف. إيطاليا كانت هتخطف هدف قبل نهاية الشوط، وكرة بيحطها دياجو موتا بشكل حلو قوي، بس كاسياس أسطوري لحد دلوقتي. وبيخلص الشوط الأول بالتعادل 0-0، وبيبدأ شوط تاني ناري. الشوط التاني بيبدأ بضغط من إسبانيا، وفابريجاز بيحط أول صاروخ ويتألق ليها بوفون. التانية من تشافي بس بعيدة عن المرمى، وإسبانيا نازلة حرفيا تعلم إيطاليا الأدب. التالتة من إسبانيا وكرة ما تضيعش من انيستا، وإسبانيا قريبة من الهدف الأول. وبص بقى على اللعبة دي، بالوتيلي خد كرة من راموس وبيروح بقى انفراد، وحرفيا تحس إن حد شد الفيشة عن بالوتيلي مرة واحدة كده، بيهنج ويقف، وكرة انفراد بتضيع بعد ما سرح فيها بالوتيلي، بس المدرب على طول يعاقبه ويخرجه وينزل مكانه هداف الدوري الإيطالي اللاعب دي ناتالي. بيرلو بالنسبة لي كان لاعب استثنائي. تخيل وسط النجوم اللي في وسط ملعب إسبانيا وبيعدي منهم وبيلعب اسيست لدي ناتالي، وما يرحمش كاسياس وبيسجل الهدف الأول من أول لعبة. خطيرة ولا الهدف الأول، الهدف الأول خط الدوري الإيطالي. دي ناتالي يسجل الهدف، دي ناتالي يفتح باب التسجيل، علمهم بالبلوشي يا أنطونيو. هدف يعلي من معنويات إيطاليا أمام بطل العالم، والنتيجة 1-0 لإيطاليا. أول رد فعل من انيستا وبيحط تسديدة في حضن بوفون. التانية إسبانيا ما تسميش فيها، وسيلفا بيلعب اسيست رايق لفابريجاز. وكرة جميلة وتعادل، التعادل الإسباني، التعادل لاروخا لاروخا لاروخا، 1-2. كورة لا تقرا لا تكتب يا بوفون. وإسبانيا بتتعادل وبترجع بالنتيجة 1-1، والمباراة ولعت. جوردي ألبا بيضيع كورة ما تضيعش جوه ال 18. إسبانيا فائت وتوريس بيروح بانفراد بس بوفون بيخرج في الوقت المناسب. دي ناتالي بيضيع كورة على الطاير أمام كاسياس وبيحطها بره. كورة استعراضية من إسبانيا وتشافي لتوريس، وبيحط كورة لوب من فوق الحارس بس بتخرج بره، وتوريس مضيع جولين ما يضيعوش. إيطاليا كانت قريبة إنها